فيلمنا بيبدأ بنقطة مية لونها ذهبي وقعت من السماء على الأرض، وبسبب نقطة المية دي كبرت وردة سحرية، والوردة دي كان ليها القدرة إن هي تشفي المرضى. وبتمر السنين وبتظهر مملكة قريبة من شط البحر، وكان بيحكمها ملك وملكة محبوبين. والملكة بتكون في أواخر شهور حملها، لكنها بتكون مريضة جدا وحالتها كل يوم بتسوء عن اليوم اللي قبله، ومفيش أي حاجة هتنقذها غير قوة الوردة السحرية. والملك بيبعت الحرس بتوعه علشان يدوروا على الوردة دي ويجيبوها. ومن ناحية تانية بنشوف ست عجوزة اسمها جاسل، وكانت بتستخدم الوردة دي علشان ترجع لها شبابها تاني، بس حرس الملك قدروا يوصلوا للوردة فبياخدوها وبيرجعوا بيها للمملكة من تاني. وفعلا قدر سحر الوردة ان هو يشفي الملكة ورجعت سليمة من تاني. والملكة خلفت بنت وسموها ريبونزل. والملك والملكة بيحتفلوا بعيد ميلادها وبيطيروا مصابيح منورة في السماء. وبنشوف جاسل وهي بترجع لهم تاني، وعرفت ان سحر الوردة اتنقل لشعر ريبونزل، فراحت وقصت خصلة من شعرها، بس بتكتشف لما بتقص شعر ريبونزل ان السحر بيختفي على طول، فما كانش قدامها حل غير انها تخطف ريبونزل وتربيها، وده علشان تستفيد بشعرها وتفضل طول عمرها شباب. وفعلا خدتها البرج بعيد جدا وربتها كأنها بنتها. وكل سنة يوم عيد ميلادها كان الملك والملكة بيطيروا مصابيح كتير في السماء على امل ان في يوم من الايام ترجع لهم ريبونزل. وبتعدي السنين وكبرت ريبونزل وبيكون عندها سحلية بتلعب معاها، وكان حلم ريبونزل الوحيد انها تخرج بره البرج ده واللي طول عمرها عايشة فيه. وكان نفسها يوم عيد ميلادها تروح وتشوف المصابيح المضيئة اللي بتشوفها كل سنة. وبنشوف صورة متعلقة لفلين رايدر، وبيكون حرامي مشهور وكان بيسرق التاج من القصر الملكي، وفعلا سرق وهرب من الحرس. وبنرجع لريبونزل وكانت بتنزل شعرها من البرج علشان تطلع مامتها، بس في اليوم ده ريبونزل طلبت من مامتها انها تخرج بره البرج علشان بكره هيكون عيد ميلادها ال18، وكان حلمها ان هي تشوف المصابيح المضيئة واللي بتظهر كل سنة يوم عيد ميلادها. بس مامتها بتفضل تخوفها من العالم اللي بره البرج، وقالت لها ان العالم مليان وحوش، وانك لو خرجتي من هنا هيكون في خطورة كبيرة على حياتك. وبتقول لها اوعي تفكري تخرجي من هنا تاني، وبتسيبها وبتنزل. ومن ناحية تانية فلين رايدر كان لسه بيهرب من الحرس، وده بعد ما سرق التاج، وبيفضل يجري ويهرب منهم لحد ما بيلاقي نفسه فوق الحصان ده، بس الحصان برضه كان عاوز ياخد منه التاج، لحد ما فلين برضه عرف يهرب من الحصان ولقى نفسه قدام برج ريبونزل، وطلع للبرج علشان يستخبى من الناس اللي بتجري وراه. بس ريبونزل استقبلته وضربته على دماغه بالطاسة، فعلى طول فلين اغمى عليه. فريبونزل خدته وخبته جوه الدولاب بتاعها، وبتكون مبسوطة انها قدرت تحمي نفسها مش زي ما مامتها فاكرة. وبترجع مامتها من بره، فريبونزل برضه بتكلمها في موضوع الخروج من تاني، بس مامتها المرة دي زعقت لها جامد وقالت لها لازم تنسي الكلام ده كله. فريبونزل بتخاف منها وبتقرر ان هي ما تقولهاش عن اللي في الدولاب. فريبونزل بيجي لها فكرة وبتطلب من مامتها ان هي تروح تجيب لها حاجة معينة، والحاجة دي هتحتاج سفر 3 ايام. ومامتها سمعت الكلام ومشيت علشان تجيب لها الحاجة اللي هي عاوزاها عشان تنسى موضوع النزول ده. وبعدها ريبونزل راحت علشان تخرج فلين من الدولاب، ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط. وريبونزل بتسأله انت مين وعرفت مكاني هنا ازاي؟ بس ريبونزل بتستغله وبتتفق معاه ان هو يخرجها من البرج ويروح يفرجها على المصابيح المضيئة، وفي المقابل هتديله التاج بتاعه اللي هي مخبياه. ففلين بيحكي لها كل حاجة وعرفها ان هو كان بيهرب من عصابته، وفعلا بيخرجوا من البرج. وريبونزل بتكون مبسوطة وحاسة بالحرية، وبنروح للحصان واللي لسه كان بيدور على فلين، وبيشوف قدامه صورته وبيقطعها. وبترجع مامة ريبونزل، واول ما بتشوف الحصان بتفهم ان في حد كان موجود هنا، وبتروح تجري على البرج. واول ما بتنده على ريبونزل مفيش حد بيرد عليها، فدخلت من الباب السري للبرج بس برضه ما لقيتهاش فوق، فبتتضايق جدا منها. بس ساعتها بتلاقي التاج وبتلاقي صورة لفلين، فكده عرفت ان اكيد ريبونزل مع فلين. وبنرجع لريبونزل اللي رايدر بياخدها المطعم مليان مجرمين، والمجرمين اول ما بيشوفوه بيكونوا عاوزين يسلموه، وده علشان محطوط على صورته مكافأة كبيرة جدا. وبيفضلوا يتخانقوا على مين اللي هيسلمه وياخد المكافأة، بس ريبونزل بتنجح ان هي تخليهم يسيبوه علشان هو اللي هيقدر يوصلها للمصابيح. وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا معاها، وكل واحد فيهم بيقول لها على امنيته، لحد ما بيوصلوا الحرس ومعاهم العصابة اللي كانت شغالة مع رايدر. فالمجرمين بيساعدوا ريبونزل ورايدر ان هم يهربوا، بس ساعتها الحصان بيعرف مكانهم وبيبدأ يتخانق مع رايدر، بس ريبونزل بتنقذه وبتخليه يتشعبط في شعرها، وبيهربوا هما الاتنين. وساعتها بتاخده وبيستخبى جوه كهف، بس المشكلة ان كان في مية بتدخل جوه الكهف، وبكده هما ممكن يموتوا. فبيكونوا هما الاتنين خايفين وبيفضلوا يقولوا لبعض اعترافاتهم. فرايدر بيقول لها ان اسمه الحقيقي يوجين، وريبونزل قالت له ان هي عندها شعر سحري، فبيجي لها فكرة وبتبدأ تغني وشعرها بيلمع وبينور في الضلمة. فرايدر بيكون متفاجئ جدا علشان دي اول مرة يشوف حاجة زي كده في حياته، وبسبب شعرها اللي نور ده بيعرفوا الطريق اللي هيخرجوا منه، وفعلا عرفوا يخرجوا من الكهف. بس رايدر برضه بيكون متفاجئ وما بيكونش فاهم اي حاجة. وبنرجع لمامتها واللي راحت للمجرمين اللي كان شغال معاهم رايدر، وساعتها بتسلم لهم التاج وقالت لهم ان اللي احسن من التاج ان هم ينتقموا من رايدر.
وبنرجع تاني لرايدر واللي ايده كانت متعوره لما خرجوا من الكهف، فريبونزل بتعالجه بشعرها المسحور وبتقوله ان شعرها بمجرد ما بيتقص بيفقد لونه وساعتها بيفقد قوته السحريه، وعشان كده هي عمرها ما نزلت من البرج وكمان عمرها ما قصت شعرها. ورايدر كان قاعد برضه عمال يحكي لها عن مغامراته وفضلوا يتكلموا مع بعض طول الليل. وبنلاحظ في الوقت ده انهم بداوا يعجبوا ببعض، وبعدها رايدر بيروح علشان يجيب حطب علشان النار كانت هتطفي. وفي الوقت ده مامتها وصلت لها وبتسلم عليها وطلبت منها ان هي ترجع معاها للبرج، بس ريبونزل بترفض ان هي ترجع معاها، فمامتها بتقول لها ان رايدر ما بيحبهاش وبيعمل كل ده علشان التاج مش اكتر، وانه اول ما هياخد التاج هيسيبك ويمشي وكل ده وهم. وبعدها مامتها بتديلها التاج وبتسيبها وبتمشي، فريبونزل بتقف وبتفضل تفكر في كلامها. وبيرجع مره تانية رايدر وبتكون مامتها بتراقبهم من بعيد ومعاها العصابه اللي كان شغال معاها رايدر. وتاني يوم رايدر بيصحى على وش الحصان اللي ما بيحبهوش، بس ريبونزل بتحاول انها تهديه وبتعرف تسيطر عليه، وساعتها بتصالحهم على بعض وبتخلي الحصان يوصلهم للمدينه. وفعلا وصلوا للمدينه والبنات الصغيره كانوا عمالين يلموا شعر ريبونزل، وريبونزل بتلعب معاهم وبتكون فرحانه جدا. وبيكون قدامهم لوحه كبيره واللوحه دي بيكون فيها صوره للملك والملكه وبنتهم الصغيره، بس ريبونزل ما كانتش واخده بالها من حاجه وفضلت تلعب مع الاطفال في الشارع. وبعدها رايدر خدها على المركب علشان يروحوا يتفرجوا على المصابيح. ومن ناحيه ثانيه الملك بيكون حزين، وده علشان مر 18 سنه وبنته لسه ما رجعتش، بس ريبونزل بتكون مبسوطه علشان حققت امنيتها وقدرت انها تشوف المصابيح على الحقيقه. وبتفرح اكتر لما رايدر جاب لها مصباحين علشان يطيروهم. وفي الوقت ده ريبونزل قالت له ان هي معاها التاج وممكن تديهوله لو هو عاوز، فرايدر بيبص على الشط وبيلاقي العصابه مستنياه وبيقول لريبونزل ان هو هيروح يخلص الحكايه دي وهيديلهم التاج اللي هم عاوزينه. وفعلا رايدر راح للعصابه، بس العصابه فاجئته وقالت له ان هم مش عاوزين التاج وبيقولوا له ان هم عاوزين البنت اللي عندها شعر سحري. وريبونزل بتكون قاعده في المركب وبتكون قلقانه وخايفه لا يكون كلام امها صح، وخايفه رايدر ياخد التاج ويسيبها ويمشي. وبعدها العصابه راحت لريبونزل وقالوا لها ان رايدر خد التاج ومشي، بس طبعا ريبونزل ما بتصدقهمش فخلوها تتفرج عليه وهو راكب المركب بتاعه وبيهرب. وخلاص كانوا العصابه هيخطفوها، بس امها بتيجي وبتعرف تنقذها. وبتكون كل اللعبه دي اصلا امها هي اللي عاملاها. وبتقرر ريبونزل انها ترجع مع امها للبرج وبيكون قلبها مكسور من اللي حصل. وبنروح لرايدر واللي بنعرف ان العصابه ربطوه في المركب وسابوا معاه التاج وانهم زقوه ناحيه القصر الملكي. وفعلا لما وصل لهناك الحرس مسكوه على طول. وبنرجع تاني لريبونزل وبيكون معاها ورقه من اللي بتبقى موجوده جوه المصابيح، والورقه دي بيكون مرسوم فيها الملك والملكه وبنتهم. وساعتها بتبدا تربط الاحداث ببعض، واخيرا فهمت ان هي الاميره المفقوده بنت الملك. وبيوصل رايدر للسجن وبيعرف من المجرمين ان مامتها هي اللي قالت لهم على شعرها المسحور. وفي الوقت ده يوجين بيفهم ان هي في خطر فعلا وان الست اللي معاها دي اكيد مش مامتها اصلا. وبنرجع تاني لريبونزل خلاص بعد ما عرفت الحقيقه وبدات تعترض على كلام جاسل، وبتقول لها ان هي الاميره المخطوفه، وبرضه بتقول لها ان هي اللي اكيد خطفتها من اهلها. فبتقعد جاسل تهديها بس بتلاقي مفيش فايده من الكلام ده، فبتقلب على الوش التاني وبتبدا تتعصب عليها. وبنرجع مره تانيه لرايدر واللي بيكون خلاص اتحكم عليه بالاعدام بسبب اللي هو عمله، بس بيظهر اصحابه اللي كانوا في المطعم وبيبداوا ان هم يساعدوه علشان يقدر يهرب. وفعلا بيعرفوا يهربوه من القصر، كان كل ده بمساعده الحصان اللي ما كانش بيحبه اصلا. وبيجري رايدر بالحصان لحد ما بيوصل للبرج وبيفضل ينده على ريبونزل، بس ريبونزل ما كانتش بترد عليه. وفجاه شعر ريبونزل بينزل من البرج ورايدر على طول بيطلع للبرج وبيتفاجئ ان ريبونزل مربوطه واللي نزله شعرها جاسل. وعلى طول ضربت رايدر واغمى عليه، فريبونزل بتطلب من جاسل ان هي تفكها علشان تعالج رايدر، وفي مقابل ده ان هي هتقعد في البرج ومش هتروح في حته. فجاسل اقتنعت وخلتها تساعده، بس وهي بتساعده في الليل قرر يخلص الحكايه دي وبيقص شعر ريبونزل بحته ازاز كانت موجوده جنبه. وفي الوقت ده الشعر بيفقد السحر بتاعه ولونه بيتغير، فجاسل بترجع تاني ست عجوزه جدا. ولما بتشوف نفسها كده بتتصدم وبتتعصب وبتقع من فوق البرج وماتت. وبتحاول ريبونزل ان هي تساعد رايدر بس للاسف مش بتعرف وبتقعد تعيط، بس اول لما دموعها بتنزل عليه السحر بيشتغل تاني وفلين بيخف. وبعدها فلين اخدها وراح للملك والملكه، وطبعا الملك والملكه بيكونوا متفاجئين انهم شافوا ريبونزل تاني بعد 18 سنه وبيكونوا فرحانين جدا ان هي رجعت لهم من تاني. وبعدها المملكه كلها بتحتفل برجوع الاميره المفقوده وبيتجوز رايدر وريبونزل وسط المملكه كلها. وبيخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.